بغيتي اخويا العزيز وحتى انت كذلك اختي العزيزه، بغيتو تهناو وتقضيو على هذيك الرائحه الكريهه ديال الفم، هذيك الرائحه اللي كتحرجكم قدام الناس وكتحرجك اختي العزيزه قدام الحبيب ديالك، وحتى انت يا خويا العزيز كتحرجك قدام الحبيبه ديالك. ديروا هاد الوصفه هادي، ديروا هاد المعقم هذا الطبيعي والخارق، وتهناو مع راساتكم بصفه نهائيه من هاد الرائحه الكريهه. سواء كنتي غتستافد او ما غتستافدش من هذه الوصفه بارطاجيها، ممكن تفيد شي شخص اخر. الله يحسن العوان. ما تنساش راه الدال على الخير كفاعله. صلي على رسول الله وكملت الاخر. جيب واحد الكاسرونه ودير فيها واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر، زائد 7 ديال المسمرات ديال القرنفل، زائد معلقه صغيره ديال الازير اليابس، وكب عليهم واحد الكاس كبير ديال الماء. ديرهم فوق البوطه، غليهم لمده 10 ديال الدقائق، حيدهم من فوق البوطه، خليهم حتى يدفاو، وصفيهم بالصفايه في شي كاس ديال الزاج يكون كبير، وبقى كتمضمض بهم الفم ديالك 2 ديال المرات في النهار. ثق بيا خويا العزيز، وحتى انت كذلك اختي العزيزه، ثقوا في خوكم الشريف ولد الدار الضمانه. راه ما كاينش على الاطلاق ما احسن من هذه الوصفه هذه الطبيعيه للقضاء على رائحه الفم الكريهه. وهنيئا لكم مسبقا. كان معكم الشريف ولد الدار الضمانه، احبكم في الله وتحياتي. اول حاجه حنا ماشي اطباء وماشي اخصائيين، كنحاولوا ما امكن نجيبوا لكم وصفات طبيعيه غير مكلفه موثوقه، وصفات اللي سائده في مواقع التواصل الاجتماعي وكل شيء كيتكلم عليها بالخير. الا كان عندك شي مشكل ولا شي مرض مزمن ضروري تتواصل مع الطبيب. ما يمكنش تجرب اي حاجه. ديما كنوصيكم، كنتمنى تخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق بخصوص هذه الوصفه، واللي بغى شي وصفه معينه يكتبها لنا حتى هو في التعاليق، ونحاولوا نجيبوا ليه الوصفه الانسب واللي رائجه بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي. ضغط على زر اعجاب. ولا كنتي اول مره كتشوفني دير متابعه للصفحه، هكذا ان شاء الله غيوصلك ديما جديد. صليوا على رسول الله. نتلاقاو في وصفه جديده. شكرا لكم، السلام عليكم.